صباح الخير ومساء الخير يا للروح. يو سلام عليكم، كيف الحال يا أساطير؟ عاد لكم الأسطورة بعد غياب 3 أسابيع. آسف على السحبة الطويلة ل3 أسابيع، والله آسف. أوكي، ولكن قبل البداية لازم تضغط على اللايك وتشترك وتفعل الجرس وتشارك آخر منتدى حتى نسترجع الدعم الرهيب. فكرة الفيديو هي ستوري تايم أو قصة من حياتي، وكالعادة وهي المطلوبة على قناتي، وبعنوان غدرني أعز صديق عندي في المدرسة. يعني أعز صديق عندي غدرني. يعني الحلقة راح تكون أسطورية، لازم تضغط لايك وتوصل هذا الفيديو ل40 لايك في أقرب وقت ممكن. يلا يا شباب، خلونا ننطلق، اربط حزام الأمان وخلونا نبدأ الحكاية. Let's go. هذه الحادثة وقعت يوم الجمعة في المدرسة، وكان عندي 2 رياضيات و2 فيزياء، وكانت هذه آخر أيام الفصل الأول. يعني الدروس انتهت والامتحانات انتهت. يعني المهم دخلنا حصة الرياضيات، ومرت الحصة ايزي جميلة، يعني 2 وما الألعاب والضحك ونشاط. ثم دخلنا حصة الفيزياء، ومع أننا أنهينا الدروس يعني لا يوجد ما نفعله، فذهبت الأستاذة إلى غرفة الاختبارات حتى تلتقي مع الأستاذات وتتكلم. المهم بعد خروج الأستاذة بدأ الجميع يعني يأكل، يلعب، يتكلم، يضحكون، يتشاجرون. والمهم قسم الفيزياء بطاولات، يعني تعرفون أقسام الفيزياء الكيمياء والعلوم، يعني فيها طاولات تكون تقريبا طويلة تسع 4 أشخاص أو 5. المهم في أول طاولة كانت خاصة بالفتيات المجتهدات. المهم أنا شفت واحدة منهم عندها تليفون، فذهبت عندها وقلت لها تعطيني إياه حتى أشوف الكاميرا والأشياء دي، يعني إني بتكلم معاه يعني تعطيني نشوف الكاميرا. المهم قرر بعد التفكير وضحك وهالأشياء، قررنا نعمل فيديو جماعي ونضعه في انستغرام، يعني بنضحك كل الأيام وآخر أيام الفصل الأول. المهم الفكرة عجبت الجميع، قررنا نعمل فيديو. اوكي عملنا الفيديو، لكن الجودة بتاع الفيديو كانت تقريبا ضعيفة وما تظهر جيد، فقررنا نحذف ونعمل فيديو تاني. اوكي قررنا نعمل بعد بدأنا نعمل الفيديو الثاني، وفي آخر لقطة من الفيديو بظهر صديقي هذا وهو بيتشاجر مع بنته وبيضحك معاه. المهم بيتشاجروا بالضحك، هذا اللي أعرفه. اوكي بيتشاجروا بالضحك، هو شافني مع البنت وهو شافني فقام وترك البنت واتجه نحوي. في هذه اللحظة دخلت الأستاذة، فشافته وهو بيتجه نحوه معصب، ولما أنا شفتها فعدت لي مكاني وما تكلمت معها. هو لما شافها داب عندها وقال لها الأستاذة في شخص بيصور بالتليفون يا حبيبي، وما قال للأستاذة أن ياسين بيصور بالتليفون، لأنني لن أتكلم معاه ولن أعمل له أي شيء وما راح أبقى أتكلم معاه. المهم الأستاذة عصبت وقالت يلا اخرجوا لي التليفون وإلا كلكم ناقصات وتقارير. المهم وشوي ما حد خرج التليفون، مو التليفون عندي أنا. في هذه اللحظة كنت بحذف الفيديو اللي صورته، أنا في جيبي وأنا بحاول أحذفه، حذفت الفيديو. فالأستاذة سألت يعني هذا الصديق اللي اسمه بدر، وقالت له مين اللي صورك؟ وهو قال له أستاذ أنا ما شفت، فقط شفت التليفون من ذاك المكان ويعني واتجه إلى الطاولة اللي بتاع المشاهدات يا حبيبي. والبنت هذه صاحبة التليفون كانت خوافة، فخافت من الأستاذة وقالت لي أعطيني التليفون، فأعطيتها التليفون وأعطته الأستاذة. أنا هذه اللحظة كنت حذفت الفيديو، فالأستاذة طلبت من البنت أنها تفتح لها التليفون وتعطيها حتى تقلب لها التليفون. أستاذة بحثت في التليفون فلم تجد أي شيء، وجدت فقط صورها وهي بتكتب ويعني أشياء عادية. فأستاذة تعصبت لأنه كذب عليها وقامت بإخراجه خارج القسم. وبعد مرور 5 دقائق دخل علينا القسم وصدم الجميع. يعني الصدمة كانت أنه أكل كفوف كثيرة من عند الأستاذة، وجهه أصبح أحمر، تعرفون شو مثل الطماطم، وجهه أصبح أحمر بمعنى الكلمة. المهم دخل علينا وجهه أحمر من كثرة الكفوف اللي أعطته الأستاذة، وأصبح الجميع يضحك عليه وكله يسخر منه. والمشكلة أن البنت اللي كان بيتشاجر معاها قالت للأستاذة أنه ما في أحد يصور، هو فقط بيكذب. المهم بكثرة الكفوف أصبح الجميع يضحك معاه، وأنا ما بقيت أتكلم معاه تقريبا مدة 2 أسبوعين ما تكلمت معاه.
المهم لما عادت الأستاذة خصمت مني أنا يا إخوان نقطة، والله أنا ضعت. خصمت مني نقطة ليش؟ أنا ما عملت شي. وخصمت من البنت صاحبة التليفون نقطتين لأنها حضرت التليفون مع أننا في الثانوية، لكن هذه الأستاذة شوية مريضة. وخصمت من صديقي العزيز 7 نقاط. والله شوف، أي واحد بده يغدرني هذا هو جزاؤه. يعني أي واحد فيكم بيغدر لو ما بيضغط لايك هذا جزاؤه. يلا اضغطوا لايك. اوكي، كانت هذه نهاية قصتنا الجميلة، ومبروك على صديقي بدر وتحياتي له من هنا. مبروك عليك نقص 7 نقاط. اوكي، كان هذا هو فيديو اليوم. شكرا لكم على حسن المتابعة. لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك وفعل الجرس، وبيس. مع السلامة في قصة جديدة وفي فيديو جديد.